زي ما وعدتكم، قصة يوم الخميس، وبعتذر جدا طبعا إنها نزلت في وقت متأخر. كلنا سمعنا عن أسطورة النداهة، الست اللي بتظهر على الترعة بالليل وتنده باسمه. بس عمرك سألت نفسك هي ليه بتختار أشخاص معينة بالذات؟ الموضوع مش مجرد خرافة. في قرية صغيرة في الدلتا، شاب اسمه أحمد سمع صوت والدته بتنادي عليه من بره البيت الساعة 3 الفجر. الصوت كان واضح جدا وقريب جدا من الترعة اللي في أول البلد. أحمد خرج ورا الصوت وهو مش في وعيه، ولما أهل بيته صحيوا وما لقوهوش خرجوا يدوروا عليه، ولقوا جثته عايمة على وش المية، وملامح وشه فيها ابتسامة مرعبة وكأنه مات وهو مبسوط. الصدمة إن والدته كانت نايمة جوه الأوضة وما خرجتش أصلا. اللعنة دي مش بتنده أي حد، دي بتنده اللي عقله وقلبه خايف. المهم دلوقتي، عمرك كنت قاعد لوحدك وسمعت حد بينده باسمك والصوت كان مألوف؟ قولي في الكومنتات. بس لو قلبك جايبك